البداية ما كانتش ببلاغ قتل. البداية كانت ريحة وحشة طالعة من بيت الحاج رجب، تاجر الخشب القديم في أطراف القرية. الحاج رجب راجل عايش لوحده من سنين بعد ما أولاده سافروا، والبيت عبارة عن مخزن ضخم للعفش الأنتيك والخشب اللي بقاله سنين مركون. الناس افتكرت إن الحاج رجب مات لوحده، لكن الصدمة كانت لما كسرنا الباب. يا ساتر يا رب، ايه ده يا أحمد بيه؟ صوت العسكري منصور وهو بيحط منديل على مناخيره. البيت كان هس، مفيش أي كسر في الشبابيك، مفيش نقطة دم على الأرض، والحاج رجب قاعد على كرسيه الهزاز في الصالون لابس لبس الخروق كامل وماسك في إيده ساعة جيب قديمة وكأنه مستني حد، لكنه كان جثة هامدة متحنطة بفعل الرطوبة والوقت. نزلت على ركبتي قدام الجثة، قلبي كان بيقول لي إن دي مش موتة طبيعية. بصيت على رقبته، مفيش آثار خنق. بصيت على إيده، مفيش مقاومة. بس لفت نظري حاجة غريبة جدا. تحت ضوافر الحاج رجب كان في بقايا خيوط حرير زرقاء، وفي أرضية الأوضة كانت ريحة الياسمين قوية جدا لدرجة إنها بتغطي على ريحة الموت. شاورت لسلمى خبيرة مسرح الجريمة اللي دايما بتشوف اللي محدش بيشوفه. قربت وهي لابسة البدلة البيضة، وقفت تتأمل الجثة بعمق. أحمد، الراجل ده مات وهو بيضحك، شايف زوايا بقه؟ دي مش تشنجات موت، دي حالة استرخاء غريبة. سألتها باستغراب، والخيوط الزرقاء اللي تحت ضوافره والياسمين ده جاي منين والبيت ما فيهوش زرعة واحدة؟ سلمى سكتت شوية وطلعت عدسة مكبرة وبدأت تفحص الساعة اللي في إيده، وفجأة وشها اتغير. الساعة دي مش ملكه يا أحمد، الساعة دي محفور عليها من جوه حرف اس وتاريخ قديم جدا، 1950. سبت سلمى في مسرح الجريمة ونزلت الشارع. الناس كانت ملمومة والحزن باين، بس في نبرة خوف غريبة. سألت عن أقرب حد للحاج رجب، شاورولي على عطوة، الصبي اللي شغال في ورشة الخشب بتاعته. عطوة كان شاب عشريني، عينه زايغة وإيده متغطية بنشارة الخشب. قعدت معاه على القهوة اللي قدام البيت، طلبت 2 شاي وقطمت حتة خيار كانت محطوطة في طبق جانبي. شمتها الأول، مفيش ريحة غريبة. قول لي يا عطوة، الحاج رجب كان ليه أعداء؟ رد عطوة وهو بيلعب في طرف قميصه بتوتر. أعداء إيه يا بيه؟ ده كان غلبان، بس في الفترة الأخيرة كان بيجيله الخواجة، واحد غريب بيلبس بدلة زرقاء وشكله مش من هنا، كان بيدخل يقعد معاه بالساعات ويخرجوا سوا يروحوا المقابر القديمة. رفعت حاجبي. المقابر؟ وليه؟ بيقولوا بيدوروا على سرداب. الحاج رجب كان مقتنع إن البيت ده مبني فوق سرداب أثري. وأنا قايم لمحت منديل حرير أزرق واقع من جيب عطوة، نفس لون الخيوط اللي تحت ضوافر الجثة. بصيت له بتركيز. المنديل ده بتاعك يا عطوة؟ ارتبك جدا وقال، لا يا بيه، ده كان وقع من الخواجة وأنا شلته عشان أرجعه له. فجأة تليفوني رن. سلمى من جوه البيت صوتها كان مرعوش. أحمد، انزلي البدروم حالا، احنا لقينا جثة تانية، بس المرة دي الجثة متخيطة في الكرسي بخيوط حرير زرقاء سميكة، وكأن القاتل كان بيثبتها عشان ما تقومش أو عشان يخليها جزء من العفش. نزلنا السلم الضيق اللي بيودي للبدروم. خشب السلم كان بيزيق تحت رجليا وكأنه بيصرخ. الإضاءة كانت ضعيفة جدا، وريحة الياسمين اللي كانت فوق هنا بقت بتخنق، مخلوطة بريحة رطوبة وتراب. فتحت الكشاف بتاعي والنور وقع على المنظر اللي خلى العساكر ترجع لورا وتسمي. جثة تانية، لكن مش أي جثة، كانت لست في الأربعينات، قاعدة على كرسي خشب أنتيك من بتوع زمان، ولابسة فستان فرح قديم جدا لونه أوف وايت مائل للاصفرار. الأبشع
إن إيديها ورجليها كانوا متخيطين في قماش الكرسي بخيوط حرير زرقاء سميكة، وكأن القاتل كان بيثبتها عشان ما تقومش أو عشان يخليها جزء من العفش. سلمى قربت بذهول وصوتها كان بيقطع. أحمد، الست دي ميتة من حوالي 48 ساعة بس، يعني بعد موت الحاج رجب، والطعنات اللي في صدرها معمولة بدقة جراح، مفيش نقطة دم واحدة على الفستان. القاتل غسل الجثة ولبسها الفستان ده بعد ما قتلها. ملت بجسمي عشان أشوف وش الست، كانت ملامحها مألوفة. ركزت قوي وبعدين افتكرت، دي هنية، الخدامة اللي كانت بتيجي تنظف للحاج رجب كل أسبوع. بس إيه اللي جابها هنا؟ ومين لبسها فستان الفرح ده؟ طلعت من البدروم وأنا حاسس إن دماغي هتنفجر. دخلت المكتب اللي في الدور الأرضي وبدأت أفتش في الأوراق. لقيت أجندة قديمة للحاج رجب مكتوب فيها بخط مهزوز: لقد عاد الخياط يطالب بحقه في السرداب، الياسمين يملأ المكان، والموت يطرق الأبواب بخيوط من حرير. الخياط، الاسم ده وقع في ودني زي الرصاص. طلبت عطوة تاني، بس المرة دي في غرفة التحقيق في المركز. قعدت قدامه، حطيت المنديل الأزرق على الترابيزة وقطمت حتة خيارة تانية ببرود وأنا باصص في عينه. هنية ماتت يا عطوة، ماتت متخيطة في الكرسي بالخيط اللي في جيبك. تحب تحكي لي عن الخواجة الخياط ولا لبسك القضيتين؟ عطوة وشه بقى أصفر زي الليمونة وبدأ يترعش. والله يا باشا ما أعرف إنه هيقتلها. الخواجة ده مش خواجة بجد، ده راجل من بلد تانية، كان بيجي يقعد مع الحاج رجب ويقول له إنه حفيد صاحب البيت الأصلي، وإن فيه أمانة مدفونة في السرداب لازم تطلع. أمانة إيه؟ بيقولوا صندوق ذهب وكتب قديمة. بس الخواجة ده كان غريب، كان دايما معاه شنطة فيها أدوات خياطة، وكان بيشم في إزازة ياسمين طول ما هو قاعد. في اللحظة دي دخلت سلمى ومعاها تقرير المعمل المبدئي. أحمد، لقيت حاجة غريبة في فستان هنية. الفستان ده مش قديم وبس، ده فستان مسروق من متحف الملابس التراثية من أسبوع، والقاتل ساب رسالة جوه جيب الفستان. فتحت الورقة، كانت مكتوبة بدم ناشف: الجمال يجب أن يبقى ثابتاً، لا يتحرك، لا يهرب، لا يموت. رجعت البيت الحاج رجب بالليل، كان لازم أدور على السرداب اللي الكل بيتكلم عنه، ومعايا قوة من العمال بدأت تزيح العفش المركون في البدروم. بعد ساعتين من التعب، تحت الكرسي اللي كانت هنية متخيطة فيه لقينا حلقة حديد مخفية تحت السجاد. رفعناها وظهر سلم حجري نازل لتحت الأرض. ريحة الياسمين كانت طالعة منه قوية جدا لدرجة توجع الصدر. نزلت وأنا ماسك طبنجيتي وسلمى ورايا بتصور كل خطوة. السرداب كان عبارة عن ممر طويل آخره أوضة واسعة، وهناك كانت المفاجأة اللي خلت جسمي أشعر. الأوضة كانت مليانة مانيكان، تماثيل عرض ملابس، وكل مانيكان لابس فستان غالي جدا. لكن الصدمة إن التماثيل دي ما كانتش خشب ولا بلاستيك، دي كانت جثث ستات تانية محنطة ومدهونة بطبقة شمع ومتخيطة ببراعة خرافية. وفي نص الأوضة كان في راجل قاعد بظهره لابس بدلة زرقاء شيك جدا وماسك إبرة وخيط وبيخيط في قماش حرير أزرق. لفلي ببطء، كان راجل وسيم، ملامحه هادية جدا وعيونه باردة زي التلج. ابتسم وقال بهدوء: اتأخرت يا سيادة الرائد، كنت بجهز لك القطعة الأخيرة في مجموعتي. بصيت للي بيخيطه، لقيتها طاقية العسكري منصور اللي كان واقف بره. المشهد كان مرعب، الخياط قاعد بمنتهى الثبات وقدامه أدواته وكأنه جراح بيجري عملية دقيقة. رفعت طبنجيتي عليه وصوتي كان طالع بحدة: ارمي الإبرة دي من إيدك يا سليمان، اللعبة خلصت.
ضحك بهدوء ورفع إيده فعلا وقال: اللعبة ما خلصتش يا أحمد بيه، اللعبة يدوب بدأت تظهر ملامحها. انت شايف ان دول جثث، انا شايفهم لوحات فنية. انا وقفت الزمن عندهم، ما خلتش القبح بتاع الموت يلمس جمالهم. قربت منه وكلبشته وعيني مش مفارقة الجثث المحنطة اللي حواليا. سلمى كانت واقفة ورايا، وشها أبيض كأنه قطعة شاش بتصور المتحف البشري ده وهي بتترعش. في غرفة التحقيق سليمان الخياط ما كانش بيتكلم كأنه مجرم، كان بيتكلم كأنه فيلسوف. الحاج رجب ما كانش ضحية سيادة الرائد، الحاج رجب كان الشريك، هو اللي كان بيوفر لي المكان، وهو اللي كان بيختار الموديلات من الستات الغلابة اللي بييجوا يشتغلوا عنده أو يطلبوا مساعدة مقابل إني أطلعه على أسرار الكنوز اللي تحت بيته. سألته بغيظ: وليه قتلته؟ وليه خيوط الزرقاء اللي تحت ضوافره؟ سليمان ساند ظهره وابتسم. رجب طمع، حاول يسرق صندوق العينات بتاعي. الخيوط الزرقاء دي مسمومة بمادة بتعمل شلل لحظي في عضلة القلب. هو خربش الصندوق، السم دخل جسمه، مات وهو بيحلم بالذهب. أما هنية فدي كانت غلطة، شافت السرداب وكان لازم تكون جزء منه. فجأة دخلت سلمى المكتب وهي ماسكة ورقة ومنفعلة جدا. أحمد، نتيجة تحليل الياسمين طلعت، ده مش عطر عادي، ده مخدر طيار بيأثر على مراكز الذاكرة والاتزان. القاطر كان بيرشه عشان الضحايا ما يبدوش أي مقاومة وهم بيتخيطوا أحياء. بصيت لسليمان، كان بيبص لسلمى بنظرة غريبة، نظرة إعجاب مرعبة. انت ذكية يا سلمى، ذكية لدرجة تخليكي قطعة نادرة في مجموعتي. طلبت ترحيل سليمان للسجن العسكري تحت حراسة مشددة. اليوم ده كان طويل جدا. نزلت ركبت عربيتي عشان أروح، كانت الساعة 3 فجرا. ما كنتش قادر أغمض عيني من منظر الجثث المتخيطة وريحة ياسمين. قلبي انقبض. بصيت في المراية اللي ورا، ما لقيتش حد، لكن فجأة حسيت ببرودة في رقبتي. خيط حرير أزرق بيشد عليا من ورا الكرسي. أنا قلت لك يا أحمد بيه، اللعبة لسه بتبدأ. ده كان صوت عطوة صبي الخشب. ضربت فرامل فجأة، عطوة طار لقدام. نزلت من العربية وسحبته من رقبته وضربته بكل غلي. سليمان مش لوحده يا باشا، احنا مدرسة، سليمان هو الأستاذ واحنا الخياطين الصغيرين. لما رجعت المركز لقيت سلمى اختفت، وفي مكتبها لقيت جزة جزر ريحتها ياسمين وجنبها رسالة صغيرة: الخياط الحقيقي لا يسجن أبدا، الذي قبضت عليه هو مجرد مانيكان بشري. أنا الآن أخيط ثوب الزفاف لزميلتك الجميلة. طلعت أجري على السجن، دخلت الزنزانة، لقيت الراجل اللي قبضت عليه قاعد ما بيتحركش. هزيت كتفه، وقع على الأرض. ما كانش بني آدم، كان عبارة عن قناع سيليكون وجثة قديمة متحنطة ومحشية قش وخشب ومعمولة باحترافية تخليك تفتكره كائن حي بيتكلم. سليمان الحقيقي كان بيخاطبني من خلال ميكروفون مخفي في هدوم الجثة. الخياط الحقيقي كان طول الوقت عطوة، الشاب اللي كنت فاكره غلبان وعينه زيغة. هو اللي قتل، وهو اللي خيط، وهو اللي مثل دور الصبي. قدرنا نوصل لسلمى في اللحظة الأخيرة في مخزن مهجور ورا المشرحة. كانت متخدرة، وبالفعل بدأ عطوة يخيط طرف فستانها في جلد إيدها. اتقبض على عطوة الخياط الحقيقي، لكن في التحقيقات اكتشفنا إنه مجرد واحد من تنظيم دولي بيتاجر في التحف البشرية، وإن البيت والسرداب كانوا مجرد محطة. القضية اتقفلت رسمياً، بس لحد النهاردة كل ما بمر قدام غيط ياسمين أو بشم ريحته بحس ببرد الخيط الأزرق على رقبتي، وبعرف إن الخياطين لسه موجودين وسطنا بيختاروا الضحية الجاية.